انا مين دي؟ طول الليل قعدت بفكر فيها وعماله بفكر في الحاجات، الشخصيات والانماط اللي مستر رامي اداها لنا امبارح، ولقيت ان انا قريبه قوي 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 من النمط الثالث. نمط الشخصيه الثالث اللي بيتكلم عن الشخص المنجز او الشخص البطل. هو انا لقيت انا يعني انا موجود في كل الشخصيات، يعني انا لقيت نفسي موجوده في كل الشخصيات، لقيت نفسي فيا من كل شخصيه حاجه. بس اقرب شخصيه او اقرب حاجه حسيت انها قريبه مني، فعلا ده انا كده، ده انا بعمل كده، ده اسلوبي، دي طريقتي. كان هو فعلا النمط الثالث اللي هو بيتكلم عن الشخص المنجز او الشخص البطل، اللي بيتكلم عن انه دايما شخص متفائل، دايما طموح، عنده ايمان بالله، دايما عنده اصرار، يعني اصرار انه يوصل، اصرار انه ينجح، عنده اهداف وعنده احلام عايز يحققها، عنده طموحات، مش بيآمن بالفشل، دايما بيحب يكون ناجح، دايما بيحب يكون متألق متميز، بيحب الظهور الى حد ما، بيحب يقول للناس انا عملت، انا وصلت، انا نجحت، انا اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه مستحيل انا عملته النهارده، واللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه ما ينفعش ادينا هو دلوقتي عملته. بيحب يفرح بانجازاته ويفتخر بانجازاته، بس مش الفخر المرضي، لا، ممكن يكون الفخر اللي هو انا بعمل انجازات، انا بحقق انجازات، انا موجوده، انا في الساحه، ولكن مش بالطريقه المرضيه. من عيوبه طبعا هو مش بيحب النقد، يعني النقد لما يتقال بطريقه بسيطه وسلسه انا بتقبله، غير لما بيتقال في الوش كده على طول، يعني عارفين تحسوا ان كده في طوبه دخلت في وشك، لا ده انا ما بحبوش. كمان بحب اتحمل المسؤوليه قوي، بحب اشيل المسؤوليه قوي، منين ما تحطيني تلاقيني، يعني منين ما تحطيني في موضع مسؤوليه الحمد لله هتلاقيني. بحب انجز المهام بسرعه، متفائله كتير، وعارفه ان كل اللي انا عايزاه هيحصل، وعارفه ان ربنا موجود، وعارفه ان كل حاجه ربنا زرعها فيا او كل فكره ربنا زرعها في عقلي انا قادره على ان انا احققها، وقادره على اني اوصل لها بالفعل. يعني بشيل مسؤوليه اكبر من سني. بصراحة أنا لقيت نفسي قريبة قوي من الشخصية دي أو من النمط ده اللي هو النمط الثالث. لقيت في حاجات بقى في الشخصيات التانية، زي ان انا ممكن اكون بتنرفز بسرعه، بس بصفى بسرعه، ممكن اكون مثلا ما بحبش ان انا ابقى هاديه في قراراتي، لا بحب ابقى يعني انجز على طول وارمي نفسي كده وادوس، واللي هو ما بفكرش في قراراتي، التفكير اللي هو اللي اقعد وافكر واخطط، لا انا هي جت في دماغي خلاص يلا نعملها. ففي فعلا مني في شخصيات كتير، بس دي اقرب شخصيه لقلبي او اقرب شخصيه لقيت نفسي فيها.